في العاصمة الهولندية أمستردام اندلعت صدامات إثر مباراة كرة القدم أو كرة قدم شارك فيها فريق إسرائيلي. لأحداث أمستردام وسلوك الإسرائيليين في الملعب وخارجه خيبة أمل واسعة. اللي حصل إنه كان في ماتش كورة مهم جدا ما بين فريق مكابي تل أبيب اللي هو في فلسطين المحتلة وما بين فريق أياكس أمستردام، والماتش ده كان مقره فين؟ في هولندا. أعمال شغب في العاصمة الهولندية أمستردام بين مشجعي نادي كرة قدم إسرائيلي ومؤيدين للفلسطينيين. صدمة في ألمانيا من الصور القادمة من أمستردام لملاحقة إسرائيليين وضربهم. مساء الخير عليكم يا أهل البلد. إيه يا جماعة؟ إيه يا إخواننا؟ في إيه؟ الإعلام الدنيا مقلوبة على همام في على أحداث أمستردام. ليه كده؟ في إيه يا إخواننا اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ما تسمعونا كده ولا يا جماعه انا اجيب لكم، انا اقول لكم ايه اللي حصل بذات نفسي، انا اقول لكم ايه اللي حصل في امستردام. عايز اقول لكم ان ولاد العم كلوا علقه هناك ما ياكلهاش حمار في مطلع. اي والله زي ما بقول لكم كده. عارفين الحمار لما يكون طالع مطلع وصاحب الحمار بيعمل فيه ايه؟ بالعربيه الكار اللي عندنا في البلد بيتنوا يرزع فيه من ورا بالخرزانه والكرباك لحد ما يطلع. اهم اخواننا البعدة دول بقى ولاد العم هناك في امستردام كلوا علقة موت. علقة والله زي ما بقول لكم كده ما ياكلهاش حمار في مطلع. الدنيا يا اخواننا مقلوبه ما قعدتش بسبب احداث امستردام. انا اقول لكم بقى ايه اللي حصل واحده واحده كده، وفتحوا مخكم معايا، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك حالا ويعمل اللايك الجميل ويحط لنا التعليق في اخر الفيديو على الكلام اللي احنا هنقوله. ولاد العم يا اخوانا النتنه، ولاد النتنه اللي صاحبهم نتن زيهم بالظبط كده، عملوا ايه؟ كان عندهم ماتش هناك نادي حيفا ده ولا نيفه، كان عندهم ماتش هناك في امستردام في هولندا، هيقابلوا هناك فريق امستردام. وده ليه؟ اولا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، لان مفيش حد في الوطن العربي كله طايقهم ولا طايق ريحتهم ولا طايق سيرتهم. اي والله. يعملوا ايه بره؟ قالوا لهم تعالوا يا حبايبنا يا غلابه يا طيبين، هنلعبكم عندنا في الدوري الاوروبي ودوري ابطال اوروبا، طالما ما حدش طايقكم هناك كده في الشرق الاوسط كله. عملوا ايه؟ خدوا بعضهم وراحوا هناك يلعبوا في امستردام. قاموا الجماهير بتوع ولاد العم بتوع نادي حيفا بعد ما كانوا مستخبيين في شحورهم خايفين يروحوا في اي حته ورا النادي بتاعهم، قال لك بس ده احنا رايحين اوروبا هنعمل اللي احنا عايزينه. اول ما نزلوا في المطار فضلوا يولعوا في اعلام فلسطين ويهتفوا ضد فلسطين وضد غزه والناس الحلوين اللي انتوا عارفينهم دول بتوع الناس الطيبين الغلابه اللي مطحونين ومحدش سائل عليهم. اي والله محدش سائل فيهم، ربنا معاهم ويفك اسرهم قادر يا كريم. وبعدين ايه؟ دول نزلوا من المطار البقعه ده النتنه ولاد النتنه فضلوا يهتفوا ضد فلسطين. المهم جاب له جاليه من الجاليه العربيه وبداوا بقى يشتبكوا معاهم والعركه هتبدا. قامت الشرطه هناك سلكوا ما بينهم العركه، والعركه ما كبرتش وكل واحد راح لحاله. دول يسكتوا؟ النتنه ولاد النتنه يسكتوا؟ والله ابدا. فضلوا تاني يوم ينزلوا برضه مظاهرات، واي علم لفلسطين موجود في اي حته على اي بنايه زي ما انتم شايفين كده يطلعوا يجيبوه ويولعوا فيه ويهتفوا ضد اخواتنا، يعملوا عمايل محدش عملها قبل كده. قال يعني هم تقريبا يعني طالعين بره في اوروبا حبايبهم هناك يقولوا لهم يعني ده احنا رجاله وقفنا وقفه رجاله مع الفرقه بتاعتنا فرقه حيفا، مع انهم هنا بيستخبوا في الجحور زي الفيران من قبل المغرب، ينزلوا يستخبوا في جحورهم. اي والله. بس هم بره ايه؟ على ما صدقوا ينفشوا ريشهم وقال يعني عايزين يوروا الناس هناك في اوروبا ان احنا رجاله وطالعين اهو بنساند فرقتنا ومحدش زينا في الدنيا بحالها. بس على مين؟ ده هولندا ده هناك وربنا يا اخوانا الناس دي هناك ناس يعني طلعت فعلا ناس حبايبنا. اي والله. مع انهم غرب بس عارفين القضيه كويس قوي وعارفين اللي بيحصل وعارفين التدليس اللي النتن بيعمله والنتن اللي تبعه بيعملوه. اي والله. المهم يا اخوانا العركه ايه؟ سلكت ما بينهم والدنيا خلاص. دول فضلوا ينزلوا يقلطعوا في اعلام فلسطين ويولعوا فيها لحد ما جت يوم المباراه المنتظر. قال لك بس العمده بتاع هناك امستردام قال لهم بس يا اخوانا محدش هيدخل الاستاد غير قبل ميعاد الماتش بيجي 5 ساعات. ليه بقى؟ هو كان عنده تقريبا وجهه نظر. عارفين وجهه نظره ايه؟
ان هو عايز يفتش تفتيش ذاتي بحيث محدش يبقى معاه اي حاجة، لا سلاح ولا اعلام ولا هتافات ولا يعملوا اي حاجة. ومع ذلك يا اخوانا ربك سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. اي والله. وكانوا دول دخلوا الاستاد وقبل ما الماتش يبدأ وكانوا جماهير هولندا بالكامل منزلين الاعلام بتاعت فلسطين وهتاف ضد اخواننا البعدة ولاد البعدة، النتنة ولاد النتنة. اي والله يهتفوا ضدهم طول الماتش. يخلص الماتش على كده؟ لا والله. وكانوا هناك نادي حيفا ده اتغلب 5-0 مع الرأفة. اي والله مع الرأفة زي ما بقول لكم كده. دول يا اخوانا بينزلوا اساسا ما يعرفوش الفاول من الاوفسايد، ما يعرفوش الكورنر من ضربة المرمى. دول عالم اساسا محدش طايقهم في الدنيا بحالها. اي والله هم بس عايزين يعملوا لنفسهم منظر وحاجات كده من اللي انتوا عارفينها. واخدين بالكم انتوا طبعا وعارفين طبعا اكيد انا اقصد مين من النتنة اولاد النتنة. انتوا عارفين طبعا بس عشان ايه ما نفسرش ويعني الدنيا تبقى حلوة كده معانا. المهم فتوكوا في الكلام، دول اتغلبوا 5-0 مع الرأفة. طبعا الجماهير بتوعهم بتوع نادي حيفا اللي كانوا في الجحور وطالعين ومنفوشين ريشهم علينا وعلى هولندا هناك وعلى العرب طالعين طبعا مغلولين. ما هو العالم ده اصلها عالم بصرم. اي والله بصرم. طلعوا بره الاستاد يسكتوا ابدا، فضلوا برضه يهتفوا ضد فلسطين ويهتفوا ويشتموا ويقطعوا في اعلام فلسطين ويشتموا في اخواتنا وحبايبنا. ربك بقى لما يريد تجابلهم جالية عربية من اللي كانوا برضو في الاستاد من الجماعة الرجالة العرب اللي هناك بتوع الجزائر وبتوع مصر وبتوع المغرب. جاب لهم يا جدعان وكانوا يرزعوهم علقة موت ما كلهاش حمار في مطلع. اي والله ما كلها حمار في مطلع. لحد الشرطة ما جريت جات متأخر شوية. يعني ربك برضو لما يريد ان الشرطة تيجي متأخر شوية في الاحداث المهمة والحلوة والجميلة اللي احنا بنحبها اللي زي دي عشان ياكلوا علقة محترمة لدرجة ان الواحد فيهم النتن ابن النتن من كتر الضرب اللي كانوا كان هاين عليه يقول لهم يا اخوان انا معاكم، انا معاكم مش ضدكم، عشان بس يسلك من العركه دي. اي والله زي ما بقول لكم كده. والشرطه قبضت على ناس وسابت ناس وعملت ناس بس دول برضو يسكتوا ابدا. النتن ابن النتن اول ما عرف قال لك بس ولادنا في هولندا في الدول الغربيه بتاعتنا اللي بيحبونا هنسيبهم هناك كده؟ قال لك لا، احنا هنبعت لهم طيارات مخصوص تجيبهم من هناك. وبعد ما جالك ده ما يعرفش ايه اللي حصل لهم هناك، رجع في كلامه في ثانيه الا ثانيه، رجع قال لك لا ما احناش باعتين حاجه، هم هيجوا والسلطات الهولنديه حبايبنا هيتصرفوا معاهم هناك. ما هو العالم ده يا اخوانا بتلحس الكلام في ثانيه الا ثانيه. اي والله ما لهمش كلمه، اصلهم عالم نتنه ولاد نتنه. انا بس عشان ما اطولش عليكم حبيت اقول لكم الاحداث اللي جرت في امستردام هناك وان العالم دي كانت علقه موت، لان الناس ديت اساسا يا اخوانا من نوع اللي هم جبنه بطريقه لا تتخيلوها، جبنة جدا، ما يستاجروش يجابلوكوا راجل لراجل لان هم اساسا مش رجاله ولا فيهم رجاله. لكن احنا الحمد لله رب العالمين بنقف مع بعض وقفه رجاله. اي والله تعاطف الشعوب العربيه كلها مع اخواتنا وحبايبنا موجود وهيستمر العمر كله. وقولوا جميل، قولوا امين ان شاء الله رب العالمين. ربنا يفك اسرهم ويخلصهم من اللي هم فيه وينصرهم على من يعاديهم ويولع في النتنه اولاد النتنه. واستنونا في فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.